السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تعمل الصور والانيميشن اللي قدامك ده في بلندر، واقسم لك الفيديو ده لمراحل بحيث ان انت تقدر تفهم البرنامج حتى لو انت جهازك ضعيف هتقدر تنفذ الشرح ده. انا الشرح ده على ريندر انجن اللي هو اي في ويكون كل الاجهزه، ولو انت مبتدئ او جديد في البرنامج هتقدر تفهم الشرح ده، لان الشرح ده يكون مقسم لمرحلتين. واول مرحله وهي بتاعت النهارده هنتكلم فيها على الموديلنج واللايتنج، وهتكون قادر ان انت تفهم البرنامج بشكل بسيط. يتعلق بالتصميم والإبداع هنا أقدم لكم حلقة جديدة. اهلا، ان شاء الله هنبدا مع بعض الشرح دلوقتي، ولكن في معلومه بسيطه جدا. حاول تاخد بالك من الاختصارات اللي انا بقولها علشان تكون قادر ملم بالمعلومات اللي انا بقولها في خلال الفيديو ده. هنبدا مع بعض نضغط اكس على الكيبورد ديليت، وبعد كده نبدا ان احنا نعمل الموديل بتاعنا على طول. اللي فوق دي هي اللي تقدر تتحرك منها الواي اكسس والاكس اكسس او المحيط بتاع المكان اللي عندك. احنا هنختار الاكس عشان نبدا نشتغل في الزاويه دي. اد، بعد كده مش، بعدين نضغط على السلندر وهنبدا ان احنا نحرك السلندر بتاعنا، سواء اس عشان نعمل له سكيل، اس في الزد او اس في الواي. في حالتنا نعمل اس زد عشان نغير المكان بتاعه او الشكل بتاعه. هنبدا نخش على الواير فريم او الدايرتين اللي فوق دول، الدايرتين او المربعين السر دول، ونبدا ان احنا نقرب من الموديل بتاعنا. نعمل كنترول ار على الكيبورد، نضغط تاب الاول كده كنترول ار، ونرفع الجيومتري لاينز دول فوق، او الخط البرتقاني ده بتضغط كنترول ار هيظهر لك وانت تطلعه فوق بالماوس. هنعمل 6 او هنعمل 4 حسب اللي انت عايزه. انا عن نفسي قدرت اعمل العدد ده، والسبب ان احنا عملناه ان احنا هنقدر نحدد لاين من الجيومتريز دول او الفيرتيسز دول وندخلهم لجوه كده عشان يقدر يعمل معناها الشيب او الهيئه بتاعه الازازه ذات نفسها او البق او المكان ذات نفسه اللي هتشرب منه في الماج ده. نبدا ان احنا نختار الجزء اللي فوق ده ونعمل اي، بعد كده اس عشان نقدر نعمل الشكل اللي قدامك ده، ونرجع تاني على المود العادي ونبدا ان احنا نشيل الفيس اللي فوق دي عن طريق ان احنا نضغط تاب. بعد كده نضغط الجزء اللي فوق دي او اللي هو بتاعت اختيار الفيسز، وتضغط على الفيس وتعمل يا اما اكس يا اما تضغط كليك يمين وتعمل ديليت فيس. تمام، هنبدا ان احنا دلوقتي نعمل الغطاء بتاع الموديل بتاعنا. وعشان نقدر نعمل الموديل بتاع الغطاء بتاعنا هنضغط مش اد مش، بعد كده هنختار السلندر تاني، ولكن هنصغره شويه ونحاول نظبطه على قد المكان ده. هنخش على الزرار ده اللي فوق ده اللي هو بتاع الفاير فريم ده عشان نقدر نشوف الوضع الشفاف، ونحاول نخلي الغطاء ذات نفسه يعني يا دوبك على مقاس المكان ذات نفسه بتاع الفتحه، والغطاء يكون كبير شويه كده. اول ما يكون معاك الشكل ده تبدا ان احنا نضغط سلاش على الكيبورد، او ان احنا نخش على سلاش على هنا، بعد كده نخش على الواير فريم ونبدا ان احنا نضغط على اللي هو الفيرتسيس مود اللي فوق ده، ونعمل سكيل لتحت كده شويه عشان نقدر نخلي كده في شيب كده كانه يعني كان المكان ذات نفسه بتاع الغطا ده كده، دي شكل كده مختلف عن بقيه الجسم عشان يبقى شكله مميز. بعد ما نعمل كده نضغط سلاش تاني عشان نرجع وان احنا نعمل سكيل للموديل بتاعنا. تمام، خلينا بقى عشان نقدر نخلص من الشكل ده او الشكل اللي هو الغريب ده بتاع الموزايك ده اللي هو بتاع الفريمز ده، هنقدر نتخلص منه عن طريق ان احنا ندي الشيد اوتو سموز. ولكن انا بس قعدت العب شويه في الموديل، طبعا دي حاجه اختياريه يعني مش عايز تغير الشكل بتاع الموديل ده حاجه اختياريه يعني انت ممكن تقعد تغير شويه في الموديل، تقعد شويه وتقعد تغير في الفيرتسيس، تقعد تلعب في الشكل بتاعك. طبعا ده حاجه اختياريه، كل اللي انا بقوله لك بس ان انت ممكن تاخد الفكره اللي انا بعملها دي وتحاول تقلدها انت بطريقتك انت. طيب عشان نخلص بقى من الشكل اللي هو الغريب المجعد ده هنقدر ان احنا نخلص منه ازاي؟ نضغط على الموديل، بعد كده كليك يمين شيد اوتو سموز، وهنا كليك يمين شيد اوتو سموز، وكده خلصنا وخلينا الشكل يكون سموز اكتر او الشكل يكون احسن بكتير. ولكن عشان نقدر نخلي الغطا ذات نفسه ياخد الشيب او ياخد الشكل بتاع المكان ذات نفسه الفتحه، في موديفاير اسمه بولين. الموديفاير اسمه بولين ده هتلاقيه على طول في خانه الموديفايرز زي هنا لما فك دي، هتختاره بعدين هتخليه على اهو زي كده بولين. بعد كده تختار عندك في خيارين، في الفاست ده وفي التاني. احنا عايزين الفاست ده لان احنا هنعمل ابلاي على طول. نختار الفاست وهتشد البتاعه دي كده، تضغط عليه وتشدها وتحطها على الموديل ذات نفسه، وتقوم محرك الغطاء ناحيه الفتحه او الموديل ذات نفسه او الشيب اللي انت عايز تاخده. وبعد ما تعمل كده هتقوم ضاغط على الموديفاير ذات نفسه تاني وتروح عامل ابلاي.
وبعد كده تيجي تشيل تاني هتلاقي الغطا خد الشيب او خد الشكل او خد الشكل ذات نفسه بتاع الفتحه بتاعت الكوبايه او المج بتاعنا. وكده احنا بنكون قدرنا نخلص الموديل، ويلا ننتقل للجزء التاني وهو الماتيريال وباقي الحاجات. طيب خلينا بقى نكمل بقية المشروع بتاعنا بتاع النهاردة. عشان نكمل الجزء بتاع الماتيريال هنظبط بس التشكيلة بتاعتي. دي تشكيلة انا بحب اعملها دايما في اللي انا بعمل تصميم، واحدة ليه ازاي بشوف النتيجة، واحدة للموديل، واحدة تانية بحطها للجيومتري ذات نفسها والنودز وكده. طبعا انا بستخدم الايفي ريندر انجن ايفي، طبعا اتاكد انه ايفي لان الشرح ده ان شاء الله يكون موجه للجميع، جهازك ضعيف جهازك قوي هنشتغل. انا بخلي واحده تكون هي للريندر، واحده للنود، وواحده للموديلنج. هختار هي الريندر انجن هنا، هختار الريندر فوق دي علامه الدايره اللي فوق دي، وابدا ان انا احطها على الواي اكسس مثلا، واعمل سين وورلد دي بس عشان ايه يعني احط اتش دي ار كده اشوف بس النتيجه كده مؤقتا، وبعد كده احط اتش دي ار. هنبدا ان احنا ندي للموديل بتاعنا ماتيريال معينه عشان يقدر يطلع معانا الشكل اللي هو وريناكم في اول الفيديو. هنضغط على الموديل ذات نفسه ونمسكه كده لغايه لما يتحدد باللون البرتقاني اللي قدامك ده كده. تقدر طبعا يعني ممكن في حركه كده نعملها بس يا جماعه، ان احنا نعمل كده كنترول ار تاني كنترول ار مرتين عشان نعمل بس شويه فيسز كده عشان نعمل شكل مميز في الموديل، ما يكونش مصمت كده كله لون واحد. تمام كده. وهنحدد الفيسز دي كلهم، وهنبدا ان احنا نعمل كده هنا نيو. تمام. ونقوم عامل هنا زائد، بعد كده نعمل اساين، بعد كده نعمل نيو. اللي احنا عملناه بكل بساطه ان احنا خلينا نعمل اساين للحته بالذات اللي احنا محددينها دي عشان يكون ليها ماتيريال مختلفه. طبعا اول ما تعمل الحركه دي تبدا دلوقتي تخليها بالاسود وكده خلاص احنا كده سجلنا او خلينا الحته اللي احنا اخترناها دي بلون مختلف عن بقيه الموديل. طيب عشان بقى ندي الموديل ذات نفسه لون، هنعمل بس الحركه دي برضو هنا. هنعمل ايه؟ هنقوم ان احنا عاملين زائد. تمام. نخش على تاب كده نضغط على الفيس نعمل اس مش اي، ها اس من جوه كده. بعدين هنضغط على الزائد هنا كده ونختار بتاعه جديده assign نيو ونخليها اسود برضو عشان يكون في شكل مميز شويه عن بقيه الموديل، عشان يكون معانا وظاهر بالشكل ده اللي قدامك ده دلوقتي. وهنبدا ان احنا ندي ماتيريال للبادي وللغطا. دلوقتي نمسك الغطا بتاعه، وبعد كده هنخش على السلوت واحد او الماتيريال الواحده دي، ونقوم خليه مثلا وليكن اللون اللبني ده. ويتاكد برضو ان انت تقعد تظبط الماتيريال، عايزها يعني رفنس ميتاليك ازاي، عايز شكل الموج ازاي، طبعا حاجه اختياريه. وتاكد ان انت تمسك الغطا برضو وتدي نفس الماتيريال، مش تقعد تعمل من الاول عشان يكون المتناسق. هتلاقي الماتيريالز من ضمن الحاجات اللي هنا كده. هتستنى شويه بس لغايه لما يحمل وهتلاقيها على طول اهي، اختارها. وكده يكون عندك الموديل خلص بشكل تمام وكله زي الفل. تمام. هنبدا بقى ان احنا نظبط المشهد بتاعنا عشان نقدر نعمل مشهد او كم مشهد بسيط لينا بعد ما احنا خلصنا الموديل، وقدرنا ان احنا نظبط الماتيريال وقدرنا نعمل كل حاجه. فاضل لنا ان احنا نظبط المشهد ونعمل الريندر بتاعنا، ونقدر نطلع اول ريندر بسيط ليك جوه بلندر. طيب هنشد بس البتاعه دي كده لتحت شويه، خلينا نقدر نشوف الموديل عشان نظبطه. هنخش على الواي اكسس كده ونعمل كده تحديد للكل اللي هنا، ونعمل شيفت دي عشان نقدر نعمل كود دوبليكيت او ان احنا نكرر البتاع عندنا. شيفت دي بعد كده اكس على الكيبورد عشان نقدر نحطها في الاكس اكسس، وهنعمل شيفت دي اكس تاني، شيفت دي اكس كده نقدر نحركها كده، نعمل مثلا وليكن 3. طبعا دي طريقه عشان تقدر تعمل اكتر من موديل بدل ما انت تقعد تعملهم من الاول تاني. تمام. بعد ما انت قدرت تعملهم كلهم هنعمل ايه؟ هنعمل حركه ان احنا نقدر نتحكم بيهم كلهم في نفس الوقت، يعني نقدر نتحكم بكل المودلز دول في نفس الوقت. ازاي هتقدر تعمل حاجه زي كده وتنفذ حاجه زي كده؟ عن طريق حاجه اسمها الامتي. تعمل اد كده، خش على الامتي وهتلاقي عندك الكيوب، هتلاقي عندك حاجه اسمها كيوب. هتختار الكيوب او اي حاجه مش هتفرق يعني، وتعمل لها اس كده شويه سكيل كده عشان نقدر يعني تكون على قد المكان اللي عندنا، ونختارهم كلهم وتعمل شيفت بي وتعمل كيب ترانسفورم، بحيث ان الامبتي ده هو اللي يكون متحكم بالمودلز كلهم في نفس الوقت. ونبدا ان احنا نحرك شويه الموديل اللي عندنا بشكل كده شويه عشان يعني يكون شكل كده تجاري كده سينمائي شويه كده للمشهد اللي احنا هنعمله. طبعا احنا هنعمل النهارده 3 مشاهد والفيديو اللي جاي هنعمل انيميشن. فانا عملت مثلا الشكل ده وليكن، ونبدا ان احنا نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نضيف خلفيه بيضه كده للمشهد اللي عندنا. طبعا بس قبل ما نعمل المشهد الابيض اللي عندنا خلينا بس الاول ايه اد مش بلين سكيل، وتقوم انت ايه ضغط على تاب كده تختار اللي هنا الفيرتس دي واللي فوق، وتقوم عامل هنا كده ايه طلعها لفوق، وتقوم ضغط على دي وتعمل شيفت بي اس.
تقعد تشد شويه كده لغايه لما معاك الشكل كده سلس. وبعد كده ممكن تدي كده كليك يمين شيد اوتو سموث براحتك. انا بس استنى ما اخلص تظبيط الموديل. ممكن نظبط بس الموديل كده عشان نحطه ورا الخلفيه البيضاء ما يكونش شكله غريب كده. ممكن بس نضيف الكاميرا دلوقتي بعد كده الكاميرا نختار الكاميرا اهي. تمام. ونبدا ان احنا نظبط المكان بتاع الكاميرا اللي احنا عايزينه. نقعد نظبط كده المكان بتاع الكاميرا بتاعنا ونعمل الت كنترول 0 عشان نحط الكاميرا بتاعتنا. بعد ما تعمل الت كنترول 0 هتلاقي ان الكاميرا عندك اتحطت اهو. تقدر ان انت بقى تشدها لورا لقدام، تقعد تحرك مكانها لغايه لما تلاقي اكتر شكل بالنسبه لك انت مريح، او اكتر شكل انت تقدر تحسه مناسب للتصميم اللي معانا. ونبدا ان احنا نعمل شيد اوتو سموث بس الخلفيه زي ما انا قلت لكم، عشان الشكل كده يكون يعني خلفيه بيضه كده، يعني ما تعملش بقى بوظت المشهد. تمام. هنبدا بس ان احنا نقلل الاتش دي ار، او يعني نشيل الاتش دي ار دي كده، ونقوم ان احنا مقللين الاتش دي ار المحطوطه اصلا العاديه دي مخليها 0، عشان احنا هنحط النوار او نحط النور احنا سبوتس او الاضاءه بنفسنا احنا. هنبدا ان نعمل اد دي كده هنا سبوت لايت سبوت، او اد لايت سبوت، ونعمل لها هنا سكيل كده، ونحط 2. هنحط اضاءتين خلفيه واضاءه اماميه واضاءه خلفيه. طبعا عليها شويه الاضاءه دي وهنخليها بالزاويه كده، نعليها نعمل لها سكيل كده. طبعا لسه يعني احنا بس بنظبطها يعني مش كده. وهنحطها في زاويه التصميم شويه كده، يعني تكون في زاويه التصميم بحيث انها تنور الخلفيه بتاعتنا وتنور شويه من الموديل. ونعمل شيفت دي ونعمل واحده تانية ونعملها روتيت كده في الناحيه التانية بحيث انها تنور الخلفيه برضو من الناحيه التانية. طيب قدرنا نعمل اضاءتين خلفيتين، محتاجين اضاءة خلفية واضاءة امامية. نعمل اد لايت سبوت ومكررينها كده، نعمل كده نمسكها جي كده اهو، سكيل عشان نعمل اضاءة كده فوق الموديل اللي عندنا عشان يبين التفاصيل. وعشان نقدر نشوف التفاصيل الامامية للموديل بتاعنا لازمنا طبعا ان احنا نضيف برضو اللايت سبوت بس تكون يعني امامية شوية. طبعا انا ممكن اضيف شيفت دي واعمل واحده تانية كده عشان اعمل الاضاءه الاماميه تاني بدل ما اقعد اعمل نفس الخطوات، واخليها 90 درجه كده لقدام. ونقدر ان انا احطها قدام الموديل واعلي اللايت بتاعي مثلا ونخليها يعني اقعد اعليها كده لغايه لما الاقيها شكلها كويس. وليكن مثلا انا شايف ان دي اكتر اضاءه مناسبه، يعني شايف دلوقتي دي هي اكتر اضاءه مناسبه، اكتر اضاءه حاسس ان هي ممكن تليق شويه مع المشهد اللي معانا ده. طبعا يعني حسب الريندر انجن وحسب كل حاجه، احنا بنستخدم في فالاضاءات ممكن مش كتير يعني. ونبدا ان احنا ننوع في الماتيريال شويه. هنقعد نعمل هنا كده كوبي، كلمه كوبي دي كوبي على كل موديل. ليه انا بعمل كده؟ عشان يعمل عشان يعمل ماتيريال جديده غير الماتيريال المحطوطه، عشان لما اقعد اغير ماتيريال بتاعت موديل الباقي ما اتغيرش في نفس الوقت. واقعد ان انا اظبط الالوان براحتي. طبعا دي حاجه اختياريه، بشوف انت عايز تحط الوان ايه وتقعد تغير اللون، وتقعد هنا مثلا تخش هنا تختار الماتيريال. طبعا استنى شويه لغايه لما تحمل عشان الماتيريال. ايوه كده حملت اضغط عليها وتقعد تعمل كده مع بقية الموديل برضو، تختار لون انت حاسس ان هو هيليق وتقوم مختاره هنا، وتقوم مختار الغطا. يعني سواء ظبطت الغطا بتاعك تختار الغطا، تضغط هنا تستنى شوية لغاية لما يحمل، او تختار اللي قبل الاخيرة نختار تحمل اهي. ونعمل كده برضو مع الباقي علينا بس عشان نعمل مشهد يعني شكله بسيط شوية كده وجذاب لكل الناس، يعني يكون في الوان كده مبهرة كده والوان جميلة كده. انا لسه خليته هنا احمر اهو. هختار الغطا واديه برضو نفس الماتيريال الحمراء اهو الشكل اللي قدامك ده. وكده قدرنا نعمل المشهد بسيط جدا، وقدرنا ان احنا نظبط الاضاءه، وقدرنا ان احنا نظبط الكادر بتاعنا. ممكن بس نمسك الكاميرا ونخش على هنا على الكاميرا ذات نفسها، على الكاميرا، وبعد كده فيو بورت ديسبلاي، ونعمل باسبورت توت كده واحد عشان بس نقدر نشوف المشهد بس بتاع الكاميرا، مع الحاجات اللي الباقيه دي ما تبوظهاش. ممكن بس نمسك الامبتي بتاعنا بس كده نظبط شويه شكل الموديل، نطلعه فوق، نعمل له روتيت شويه، نغير مكانه، نظبط كده لغايه لما يطلع معاك الشكل كويس وشكل كويس جدا. الميزه في اللي انا بعمله ده دلوقتي ان الشرح ده هيكون خفيف جدا، فعلى هو على ريندر انجن. ممكن بعض التغييرات تعمل ان انت تعمل ري تريسنج، بس ما تفضلوش لان الري تريسنج هيكون تقيل عليك. انا طبعا قايل لكم ان الشرح ده يكون لكل الناس يعني. ممكن تخش تاني على الريندر سيتنج. ممكن ان انت هتبدا ان انت يعني تظبط شويه
في السامبلز تخليها مثلا 128. طبعا دي بيزود الدقه لما تيجي تعمل ريندر، بس طبعا بتكون اتقل. مش عايز تعملها ما تعملهاش. او ممكن تخش شويه على الكالر مانجمنت، تقعد تظبط شويه في الكونتراست في اللوك مش عارف كذا، تقعد تغير كده فيها لغايه لما تلاقي اكتر حاجه كويسه بالنسبه لك انت. طبعا انا حسيت هنا ان هو ايه يعني فيرو هاي كونتراست دي زياده شويه، فانت ممكن تقللها شويه. انا حسيت مثلا ان دي احسن حاجه لو ما توصل لنتيجه انت راضي عنها. طبعا الحاجه دي هي حاجه ذوقيه، تقعد تظبطها كده لغايه لما توصل لاكتر حاجه حاسس ان هي تليق مع المشهد اللي معانا ده. هتبدا ان انت تعمل اكتر من مشهد المكان اللي عندك ده. طبعا تقدر تعمل شيفت دي وتعمل كده تتحكم بكل واحده لوحدها، بس انا خليتها يعني ايه احسن واحده تتحكم بهم كلهم. واقعد اظبط بقى شويه كده شويه كده لغايه لما الاقي مشهد كويس جدا بالنسبه لي ومشهد شكله مرضي. طيب الخطوه الجايه ان احنا نعمل 3 مشاهد تانيين غير المشهد اللي قدامك ده، او مشهدين تانيين غير المشهد اللي قدامك ده، بحيث ان احنا النهارده حصيله المعلومات بتاعتنا ان احنا قدرنا نطلع 3 مشاهد مختلفه بشكل بسيط متاح على كل الاجهزه على ريندر انجن خفيف زي ايفي. وتقدر تطلع 3 صور دلوقتي تحطهم في البورتفوليو عندك، وتطلع اول بروجكت ليك على البورتفوليو بتاعك. لو انت مش عامل بورتفوليو هتبدا ان انت تضغط فوق كده هنا، او تعمل هنا كده فول كوبي، وكده هنا تعمل كده تاني فول كوبي عادي يعني. بس احنا كده قدرنا ان احنا تعمل 2 سينز. طيب ايه الفايده من ان احنا عملنا كده؟ كده احنا قدرنا نغير في السين ذات نفسه 1 وسين رقم 2. فاحنا مثلا لو عملنا حاجه في سين رقم 1 مش هتتحط في رقم 2، او مثلا عملنا حاجه في سين 1 مش هتحصل يعني مش هتتغير في السين التاني يعني. فانا مثلا هنا في المشهد ده حاولت ان انا ابين الغطا والشكل بتاع الموديل ذات نفسه، تقعد تغير كده، ده حاجه اختياريه طبعا. انا قعدت اظبط شويه هنا كده في الموديل ذات نفسه. ممكن بقى تقعد تظبط في الاضاءه شويه، ممكن تخفف الاضاءه لان طبعا زاويه الاضاءه ذات نفسها مع زاويه المنتج بتختلف. انا قعدت احرك الاضاءه شويه كده، وانا اتحرك برضه الموديل واكبره لغايه لما يطلع معايا اكتر شكل حاسس ان هو ممكن يليق مع الشرح اللي انا بشرحه ده. واعمل فول كوبي تاني. تمام. وكده انا عندي 3 سينز مختلفه، بس خلينا نعمل هنا مشهد برضه تاني مختلف، وليكن مثلا على سبيل المثال كده اهو. غير شويه يعني انت الفكره ذات نفسها ان انت تعمل 3 يعني مشاهد او 3 مشاهد مختلفه المنتج بتاعك عادي. تقدر تعمل اكتر من كده وتقعد تظبط شويه في الاضاءه زي ما قلت لكم، لان طبعا زاويه المنتج ذات نفسها بتختلف، فالاضاءه ذات نفسها زاويتها بتختلف برضه، فده تقعد تظبطها كده لما يطلع معاك حاجه كويسه. وكده قدرت ان انت تعمل بكل بساطه 3 مشاهد مختلفه. كل ما تيجي تعمل رندر مشهد مختلف فيهم هيطلع لك صوره مختلفه، وتقدر تتنقل بيهم بكل سهوله. تقدر تعمل انيميشن مختلف لكل واحد منهم بكل سهوله. وده الفكره دي او الحركه دي صراحه من الحركات اللي انا اتعلمتها من فتره، وجدا جدا فادتني. وانت هتستعملها في كل مره بتعمل فيها مشهد، مش هتضطر ان انت تقعد تقفل البروجكت وتعمل نيو. دلوقتي طبعا لو حبيت ان انت تقعد بقى تمسك اللقطه تعمل انسيرت كي فريم بقى المشهد ده والمشهد التاني الخ، هتقدر ان انت تعمل حاجه زي كده. بس في حاجه اضافيه ممكن الواحد يعملها، ان هو ممكن يدي ماتيريال بلاستيك او ماتيريال ازاز او ماتيريال بلاستيك شويه للمكان ذات نفسه اللي هو اللي فوق ده. يعني ممكن مش شرط المكان ان احنا كنا قصيناه في الاول عملناه بالفرتسيس ده، ممكن نديله ماتيريال مختلفه. بس يعني ممكن ايه يعني نخش كده على التاء سلاش عشان نمسكه هو، ونبدا ان احنا نعمل ماتيريال مختلفه خالص عن الماتيريال اللي موجوده في الجسم بتاع المج ذات نفسه او الكوبايه اللي عندك دي. هتبدا ان انت مثلا تقول مثلا الزاويه دي، طبعا عشان انا ما عملتهاش من الاول يعني انت ممكن تعملها من الاول خالص، لان انا ما عملتهاش الصراحه لانها خطوه مش ضروريه. وتقوم محدد الجزء اللي هو الفوقاني ده، وتعمل بقى ايه اد برضو هنا كده زائد، تعمل لها اساين ماتيريال جديده نيو، مثلا تعمل لها ماتيريال بلاستيك. طبعا الخطوه دي مش ضروريه يا جماعه، انا عملتها بس كده شكلا يعني ايه شكل كده اضافي كده بس. الماتيريال دي مثلا وليكن مثالك مثلا، او احنا عايزينها ما تكونش يعني ازاز كده، احنا عايزينها تكون ابيض. فانا ممكن نخلي الميتاليك ومثلا نزود شويه في الرفنس، او ممكن نقللها، ممكن تكون كده كويس اكتر من كافي يعني. انت تقعد تلعب بالماتيريال شويه لغايه لما تلاقي ماتيريال كويسه بالنسبه لك يعني. انا عن نفسي ده كان مرضي جدا، وكان شكل البتاع ذات نفسه مرضي جدا، وكان شكلها كويس. طبعا انت الحاجات اللي هو اللعب في الماتيريال دي حاجه اختياريه برضو، وانت ممكن يكون حاجه في دماغك عايز تعملها تقدر تعملها. انت تقعد تلعب بالحاجات دي لغايه لما تلاقي اكتر حاجه مناسبه ليك انت. انا قعدت مثلا اغير هنا شويه في الميتاليك وفي الرفنس وفي اللون وكده لغايه لما اوصل لنتيجه او ان انا اقدر اوصل لحاجه كويسه.
وكده بكل بساطة هاقدر إن أنا أعملها لأي موديل أو إن أنا أعملها على طول، ولمّا آجي أفُك الغطا هيبان جدًا إن هو شكلها realistic يعني وشكلها جميل كده. فمثلًا أنا قعدت أحرّك الغطا أهو، كل غطا فيهم كده ويبان شكلها جدًا حلو في الanimation لمّا نيجي نعمل الanimation إن شاء الله الفيديو الجاي. إن شاء الله الفيديو الجاي هنقدر إن إحنا نعمل الanimation للمشاهد اللي عندنا ال3 مشاهد دول، أو ممكن نعمل مشاهد أكتر من كده بكل بساطة. في الفيديو ده أنا غرضي إن أنا أعلّمك الmaterial الmodeling والإضاءة، وإن أنا أضبّطك شوية في موضوع تثبيت المشهد والrender، والأهم من ده كلّه إن أنت تكون قادر إن أنت تعمل render على جهازك حتى لو جهازك ضعيف، بحيث إن أنت تتعلّم مهارة مهمة جدًا زي ال3D. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون الفيديو بتاع الanimation. بس كده، أشوفكم بعدين، السلام عليكم.